اخبار نادي الزمالك النهارده يا جماعه كتيره شويه، نركزوا معايا. طيب اول خبر ليه علاقه طبعا بهزيمه نادي الزمالك امام وادي دجله بنتيجه 2-1، وطبعا دي كانت صدمه لكل الزملكاويه، لجمهور نادي الزمالك كله والمجلس اداره نادي الزمالك. طيب طبعا في تبعات للموضوع، زي مثلا ان جون ادوارد عمل اجتماع مع مجلس الاداره لبحث قضيه المدير الفني. هل هنمشيه؟ هل هنبقي عليه؟ ده كان سؤال مطروح وبشده. طبعا جون ادوارد رفض فكره ان فيريرا يمشي في التوقيت الحالي، لان هو ماشي بمبدا ان احنا بنتعامل بالسنه بنهايه الموسم، مش هنتعامل كل 5 مباريات لو ما عجبوناش نمشي المدير الفني. طبعا انا هنا مشكلتي مش مع المشكله مش بالنسبه لي ان احنا خسرنا مباراه او تعادلنا مباراه، المشكله بالنسبه لي اكبر من كده بكتير. انا مش حاسه بشخصيه لنادي الزمالك مع فيريرا، دي مشكلتي. يعني ايه نادي الزمالك